العراق وأمنه وسيادته. بعد 10 سنوات من عودة قواتنا إلى العراق بدعوة من الحكومة لمحاربة داعش، حان الوقت لتطور جيشنا. إذا تم تأكيدي، سأتأكد من أن أي انتقال من عملية العزم الصلب يتجه نحو هزيمة داعش وأمن العراق. إيران ما زالت تؤدي دورا سلبيا وتعيق الاستقرار في المنطقة. الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق تتلقى الدعم من إيران، بما في ذلك الأسلحة والتدريب لكسب نفوذ لإيران. سأستخدم كافة الأدوات السياسية الأمريكية لوقف هذا النفوذ في حال تم تثبيتي، بما في ذلك تشجيع استقلال العراق في مجال الطاقة. تعزيز النمو الاقتصادي للعراق جزء هام في علاقتنا. سأدعم الأعمال التجارية الأمريكية وأشجع الاستثمار وأجعل مناخ الأعمال أفضل في العراق في حال تم تثبيتي، بما في ذلك الحد من الفساد وزيادة الشفافية. تعزيز الديمقراطية في العراق هو هدف آخر. في حال تم تثبيتي، سأعمل لتقوية الحكم الديمقراطي في العراق وتعزيز حقوق الإنسان وإيجاد حلول مستدامة للأقليات والنازحين في العراق، بما في ذلك المسيحيين واليزيديين وأولئك في مخيم الهول في سوريا. شراكتنا مع إقليم كردستان العراق مستمرة وأتطلع لتعزيزها في حال تم تثبيتي. العراق واحدة من أكبر بعثاتنا والقيادة مهمة. هذا يتضمن أن أكون من يشرف على ثقة المواطنين بضرائبهم ودعم تعاون مفتوح، بما في ذلك مع الكونغرس وصقل ثقافة الاحترام بين أعضاء لأعمل معهم. ستكون شرف بالنسبة لي في حال تم تثبيتي. شكرا، أتمنى مشاركتك.